السلام عليكم. ازيكم؟ كرة القدم فيها جوانب كتير قوي حلوة زي المكسب والاحتفالات وان انت تاخد بطولة، ولكن كمان فيها جوانب كتير جدا سيئة. وأسوأ جانب من جوانب كرة القدم ان انت وتخسر مباراة كمان انت الافضل فيها. وده كمان اللي حصل النهارده في منتخب السعودية، في مباراة كانت مهمة جدا، كان فيها نشوة وفيها اداء وفيها تكتيك كتير جدا وحاجات كتير قوي حلوة وتهديد وخلق فرص من المنتخب السعودي ضد المنتخب البولندي. المهم، خسارة المنتخب السعودي في تاني مباراة ليه في مونديال قطر 2022. عاوز تعرف ايه اللي حصل؟ هحكي لك، بس قبل ما احكي لك محتاجك تربط حزامك، كوباية شاك وقهوتك وتحصلني. نيجي نتكلم على المباراة. الشوط الأولاني دخل المنتخب السعودي بنشوة الانتصار بتاعة المنتخب الأرجنتيني، عمل كل حاجة من وهو في التسخين، في حماس وفي روح، والجماهير عاملة شكل حلو قوي. وشوفنا الفوقان بتاعهم من أول دقيقة، استحواذ، خلق فرص، وكمان المدرب الذكي بتاعهم جدا، القوي جدا، الراجل المركز اللي هو هيرفي رينارد، بدأ برضو النهارده عشان هو مذاكر كويس واتفرج على مباراة المكسيك وبولندا. لعب بطريقة حلوة، لعب بطريقة 4-3-3، وبتتحول كمان في سياق اللعب لما ابقى الاستحواذ معايا ل 4-2-3-1 عشان اعمل كثافة في الحتة الدفاعية اللي هم هيبقوا متمركزين فيها بتوع بولندا. مع كمان ان انا عندي لاعب زي الشهراني مصاب، فانا عوضته بمحمد البريك. ولكن مش عايزين ننسى، وعشان اجي لك في النقطه الفنيه دي تاني، ان محمد البريك لاعب بيلعب برجله اليمين وكمان مش متمرس في الحته الشمال. بدأ اللقاء باستحواذ من كل عناصر اللعب، بعمل سمول جيم كاني انا في تمرين بالنسبه للمنتخب السعودي. الجبهه اليمين بقياده سعود عبد الحميد، وقدامه فراس، وكمان بيجي لهم من نص الملعب كنه، ده اكتر من رائع. لو اتكلمنا عن خط الظهر، بليهي كان عامل مباراه ولا اروع، من وراهم العويس. كنت مثبت في نص الملعب في البدايه الملكي وجنبيه كنو، كانوا عاملين اداء ولا اروع. وطبعا الثلاثي اللي هو كان خالق اكتر من مشكله بالنسبه للدفاعات البولنديه، زي طبعا يعني اللاعب الكبير سالم الدوسري، وعلى الشمال الشهري، وكنا مثبتين فراس شويه، وكان في لا مركزيه. كان الاداء حلو، وكان في خلق فرص، وكان في استحواذ، وكان في نديه، والسكند بول بتاعتنا في كل حاجه. كل حاجه حلوه في الشوط الاول من المنتخب السعودي ما عدا النتيجه. انت خسرت 1-0 بهجمه واحده، بجمله واحده، جمله واحده ما حافظينها. هم واقفين متكتلين بيلعبوا بشراسه، عمالين يضربوا في المنتخب السعودي. الالتحامات قويه جدا لدرجه ان في 4 أو 5 انذارات بالنسبه للمنتخب البولندي، خاصه بس في الشوط الاولاني، وكمان في اشتباه في حاله طرد. عملوا كرة واحدة، تشيزني اللي هو حارس المرمى بتاع بولندا بيلعب من ورا محمد البريك، هم عارفين ان ده مش مركزه، واقف غلط، مش او يعني ما بيديش 100% في المركز بتاع الباك الشمال. بيلعبوا من وراه اكتر من كرة لحد ما في واحدة اتعرضت من وراه في الستة طبعا بتاعة المنتخب السعودي، عشان زيلينسكي يدخل يهدف ويحط الهدف الاول عكس سير اللقاء خالص. ولكن ربنا مازال بيكافئ المنتخب السعودي الشوط الاول على ادائه القوي جدا وكم الفرص الضايعه، ويقدر الشهري يتحصل على ضربه جزاء في الدقائق الاخيره، وكمان النتيجه ممكن تتعدل. ولكن خلاص يدخل سالم الدوسري، يعني ما كانش مركز، كان في حاجه، انا كنت حاسس ان هو مش عاوز يشوط او حاجه. ولكن خلاص ضاعت ضربه الجزاء، وانتهى الشوط الاول الجميل جدا 1-0 بالنسبه للمنتخب البولندي. نيجي على الشوط الثاني. الشوط الثاني مش بعيد عن الشوط الاولاني. راجل مدرب زي ما اتفقنا ذكي جدا، راجل مركز، مش بيتفرج زي الناس المتفرجه، لا راجل مركز وعارف هو بيعمل ايه، وعارف ان في غلطه الشوط الاول ممكن تعمل لي مشاكل، وفعلا عملت لي مشكله. ففي بدايه الشوط الثاني عمل تغييره جوه الملعب، بتغيير مراكز سعود عبد الحميد يجي ناحيه الشمال، ويجي محمد البريك على عدلته ناحيه اليمين. وبالفعل بدأ الشوط الثاني بمنتهى القوة كالعادة، وزي ما انا اتفقت اهدار فرص بشكل غير طبيعي. نواف بيضيع، الشهري بيضيع، سالم الدوسري بيضيع، كنو بيضيع، حتى البريك بيضيع، سعود الغانم لما نزل بيضيع. ما هو كم الفرص اللي بتضيع منك دي، اصل دي كورة،
دي كوره، وده اللي خلى الشوط الثاني حصل برضو مشكله بالنسبه للدفاع. انت مركز تركيز غير طبيعي في الاندفاع الهجومي. بدأ المنتخب اللي عنده برضو، يعني هو ما عندوش اسماء كتير كويسه، منتخب برضو مش مصنف، لكن برضو عندهم تكتيك وعندهم ناس بتتمرن. قدر يدخلوا في الجيم بكورتين في القائم، كان ممكن يصعب الدنيا. وكمان بدأ ليفاندوفسكي يتحرك اكتر من الشوط الاولاني ويعمل خطوره، خاصه ان بدأ يبقى 1-2 او 2-2، فبدأ يبقى فيه خطوره في ظل الاندفاع الهجومي ان انا عاوز اعوض بالنسبه للمنتخب السعودي. بدأت المرتدات تعمل مشكله، وبالفعل ليفاندوفسكي يعني بالضغط على الملكي اللي يعني عمل مباراة كويسة، ولكن سوء التوفيق وعدم التركيز اللي احنا كعرب كلنا بنعاني منه في بعض فترات المباراة، قدر في كورة ان هو يضغط ويجيب الجون الثاني وينهي امال المنتخب السعودي. ولكن صحيح خسرت السعودية 2-0، ولكن ده المنتخب وده الاداء وده المدرب اللي انت تقدر تقول لهم بعد المباراة هارد لك، اللي انت تقدر تقول له شكرا، عملت 90% او اكتر من اللي عليك. راجل انت كمدرب وصلت فرقتك للجون، استحواذ، خلق فرص، عملت كل حاجه. دي بقى سوء توفيق بالنسبه للافراد، ان سالم الدوسري يضيع ضربه جزاء، سوء توفيق افراد، مدرب ملوش علاقه. مدرب لازم تقول له شابوه ان هو عرف الغلطه بتاعته بتاع الشوط الاول وعمل التغييره. المدرب اللي هو يعني عمل كل حاجه، اداء وروح وثقه، عملت كل حاجه. النهارده شكل المنتخب السعودي شكل يعني يفرح، لا تتفرج عليه، لا بيحرج المنتخبات الاوروبيه، لا يعني بتوصل كل دقيقتين للجون. في سوء توفيق، ولكن عاوز اقول لك ان شاء الله ان شاء الله، وافتكر كلامي، خسارة النهاردة من بولندا بالنسبة للمنتخب السعودي أنا شايف إن هي هتبقى سبب إن احنا نصعد دور ال16، لأن نشوة الانتصار ممكن تكون خدتنا شوية بتاعت الأرجنتين، وممكن في ناس شمت نفسها من الجماهير من اللعيبة، يعني احنا نفوس بشرية. ولكن أنا محتاج مباراة المكسيك يكون تركيزي 100%، مش 100%. داخل انا بلعب على 3 نقط، ان انا مفيش مجال لانصاف الفرص ان هي تضيع، ان انا بلعب بقى مش عايز استحواذ بقى، انا عايز روح وعاوز 3 نقط، ان انا يبقى عندي 6 نقط، وان شاء الله احجز بطاقه التاهل لدور ال16، ويبقى تاهل تاريخي بالنسبه للمنتخب السعودي. حلقتنا النهارده خلصت، ولكن الكلام في كرة القدم مستحيل يخلص. كلام في الفنيات والعرضيات والحلويات عمره ما بيخلص. في حاجات كتير جدا وفي ماتشات قوية جدا لسه في كأس العالم هنحللها وهنقول لك تفاصيل كل دقيقة في المباراة. عاوز تشوفني تاني؟ انزل دوس على كل الزراير اللي تحت، اعمل سبسكرايب، اعمل اشتراك في القناة، اعمل لايك، اعمل شير عشان تشوفني تاني في تحليل. وما زلت بتحداك مش هتشوفه في اي مكان تاني. انا محمد شعبان واشوفكم على خير.